كل اللي حصل هو إن براك كان في مصر وزار الأهرامات، وطبعا ما فوتش فرصة التصوير قدام الرموز التاريخية بتاعت بلدنا. ومن هنا بقى والسوشيال ميديا كلها انفجرت بالتعليقات، تعليقات البنات اللي كانت كلها عن جاذبيته ووسامته ورموشه، لدرجة إن الموضوع اتحول لترند بلمح البصر. ولو انت ما تعرفش براك فأكيد انت شفته قبل كده. براك هو ممثل تركي، وبدأ يتشهر بشكل كبير جدا بعد مشاركته في مسلسلات تركية جذبت الجمهور العربي. ومن أشهر مسلسلاته اللي خلت براك نجم في عيون الجماهير هو مسلسل الحب لا يفهم من الكلام. المسلسل ده كان نقلة كبيرة جدا ليه، واللي شارك فيه مع الممثلة هاندا، وكان قصة حب حلوة جدا حققت نجاح كبير قوي. طب ليه البنات بتحبه؟ ببساطة براك بيجمع ما بين الوسامة والطلة الجذابة وما بين كمان الكاريزما، وشخصيته هادية جدا ومستقلة. لا وكمان هو شاطر في أدواره الرومانسية اللي خليته فارس أحلام معظم البنات. وده كان ملخص زيارة براك لمصر.